السلام عليكم. اليوم حبيت أفرح حبايبنا الحلوين الأطفال البنوتات الصغار والأولاد، وأيضا تنفع الوصفة للكبار. بيني وبينكم إحنا الكبار أكلناها أكثر من أطفالنا. شوفوا بنات، اليوم عملت لكم هاي كاسات الجلي بقوالب السيليكون، عبارة عن نجوم ووردات حلوة من الجلي، وأيضا ضفت عليه كمية من البرتقال. ويلا على طول على الطريقة، ما أخليكم تنتظرون. عندنا هاي الكمية من البرتقال، طبعا حشناه أو اشتريناه من السوق. وأيضا عندي علبة واحدة من الجلي، وأيضا كمية قليلة من السكر لتغميس الجلي. وعلى طول يلا نعصر البرتقال. حاصر معاكم كمية قليلة. فتحت الصوت بس بعدين شفت انه الصوت مزعج، فغلقت الصوت وكملت عصير البرتقال بدون صوت. بنات، هذا الجيلي مكوناته جدا سهلة، يا ريت تتبعون الفيديو من البداية للنهاية حتى تشوفون كل المكونات. بعد ما عصرت البرتقال نصفيه من البذور والحبوب والشوائب بهذا المصفاة الصغير. ناخذ فقط كوبين من عصير البرتقال ونخليه بهاي الدلة حتى نغلي البرتقال ونضيف عليه المكونات الثانية. شوفوا بنات، هاي كوبين من العصير، وأيضا ضفنا السكر. ضفت معلقتين من السكر، ما أعرف المعلقة الثانية ما ظهرت. معلقتين من السكر ضفت. نخفقهم، وبعدها أيضا ضفت الجلي، ظرف كامل من الجلي. وبعدها ضفت النشا. خلطت النشا فقط بقليل من الماء، معلقتين طعام من النشا، وعلى النار. شوفوا بنات، بدأت تسخن معانا على طول الخلطة. وبعد ما غلت معانا الخلطة نضيفها بهاي القوالب السيليكون. إذا ما كانت متوفرة عندكم عادي بأي كاسات زجاجية، بس فقط ندهنها بقليل من الزيت حتى نقدر نخرجها منها ونزينها أو نخليها بطبق التقديم. شوفوا بنات، وصفة يعني جدا سهلة، ودائما أشوفها على اليوتيوب أو على بعض الفيديوهات أشوفها ينزلوها ونشتهيها سبحان الله، فحبيت أجربها. صراحة هي طيبة، بس ما أغبي عليكم أنه هي تكون بها نسبة حموضة عالية بسبب عصير البرتقال اللي ضفناه واللي هو كوبين. فأنا ضفت معلقتين من السكر، بس أنصحكم بإضافة أكثر من معلقتين أو حسب ما أنتوا إذا حبيتوا الحموضة عادي. أنا عندي بالبيت بالنسبة لي أنا يعجبني الطعم، الأكل يعني يكون حامض، بس بالنسبة للبعض لا ما يتقبل. فكانت وصفة صراحة، وصفة الجيلي طيبة ومغذية بنفس الوقت لأنها تحتوي على عصير، بس كانت شوية بيها نسبة حموضة، بس مع ذلك كانت كثير طيبة. شوفوا بنات قوالب السيليكون كيف خرجناها، شوفوا ما شاء الله، وغمسناها بالسكر. هاي الخطوة اختيارية، أنا غمست تقريبا من 4 إلى 5 قطع فقط بالسكر، والباقي ضفتهم بدون سكر. شوفوا بنات الجمال ما شاء الله، تخبل وطيبة، وأيضا من عمل إيدنا وتكون مغذية. هاي انتهينا تقريبا، تركتها بالثلاجة لمدة ساعة، وبعدها لأن الجو بارد، وبعدها طلعناها من القوالب وأكلناها وبألف صحة وعافية. وبنات لا تنسونا إذا وصلتوا إلى هاي اللقطة لا تنسونا من الاشتراك بالقناة واللايك، وأتمنى منكم التعليقات الحلوة على هذا الفيديو الجميل. إلى اللقاء بنات بوصف